بيكوا احلى متابعين في الدنيا. النهارده هقول لكم برده فكره كمان للناس اللي عايزه تعمل مشاريع من البيت. انتوا شفتوا الاكياس اللي انا كنت وريتها لكم قبل كده، الفيديو اللي كان فيه اللب والحمص والفشار والحاجات دي. طبعا الاكياس دي اللي هي بجنيه، اكياس اللي هي الصغيره، تمام، معروفه جدا. لو رحت عند بتاع الاكياس هديك الاكياس اللي هي بجنيه، تمام. طيب هنعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، الاتنين دول يعتبر ان هما بيتباعوا بجنيه، يعني بيتباعوا عندي الاتنين كده بجنيه، تمام. الواحده واقفه بنص جنيه. هتعملوا انتوا ايه بقى؟ هتحطوا 2 توفي من دول في الكيس اللي انا بقولكوا عليه اللي هو بجنيه، وهتحطوا معاه مثلا بالونه، تمام، وهتبيعوا الكيس بجنيه. هتحطوا على الكارته زي ما قلت لكم قبل كده، خلاص بقى احنا حفظنا 24 كيس، وهتبيعوا الكارته كلها ب 20 جنيه، وهتسيبوا ال4 جنيه مكسب للبياع. اظن قلت لكم الموضوع كتير قوي، اللي هو موضوع الكارته دي والمكسب والبيع ازاي. فتمام كده احنا عرفنا الموضوع ده. خلاص هتحطوا 2، بصوا ممكن تشكلوا مثلا ملبسايه من دي مع طوفي من ده، وهتحطوا معاها بالونه. الطفل بياكل الحاجه الحلوه وفي نفس الوقت بالونه، تمام. ممكن تحطوا اي لعبه صغيره، اي لعبه صغيره عندكم مثلا. في حاجات كده بتبقى زي نحله مثلا، زي الحاجات اللي هي الفراشه الصغيره، يعني الحاجات اللي هي بتاعت الاطفال اللي هم بيحبوا يلعبوا بيها دي، تمام. دي برضو فكره مشروع حلوه قوي، قلت اقول لكم عليها، وسهله جدا ومش مكلفه خالص خالص، تمام. طيب في انواع بقى، عشان اللي يقول لي طب هو التوفي دوت الكيلو برضو ده بالكيلو، الكيلو بكام؟ هقول لكم فيه اكتر من نوع، اكتر من يعني انواع كتير جدا من الملبسات ديت. في حاجات كتير قوي. في مثلا كيلو بيقف ب115، في كيلو ب90 جنيه. في حاجات مثلا ب85، على حسب الانواع، مش كل حاجه زي بعضها، كل توفي ليه سعر معين. وعلى فكره انا بجيب حاجات نظيفه، وده ضروري جدا، نصيحه مني ان انتوا تجيبوا برضو حاجه كويسه وحاجه سعرها يخليك تكسب، ما يخليكش تخسر. ما تروحش تجيب حاجه غاليه وتعمل المشروع بتاعك وفي الاخر هتخسر فيه. لا، لازم يا جماعه نحسب كل حاجه، لازم نحسب كل حاجه قبل ما نبتدي الشغل. وقلت لكم قبل كده اي تفاصيل، اي حد عايز يعرف اي حاجه يكلمني، وانا معاكم كلكم اخواتي وحبايبي وتحت امركم، ربنا يا رب يرزق الجميع، تمام. يلا هستناكم بقى، واللي عايز برده بالجمله يكلمني، وانا هجيب لكم انواع حلوه واسعار حلوه وان شاء الله. وانا تحت امركم. ما تنسوش بقى لايكاتكم واشتراكاتكم في قناتي، قناه كل يوم مع رشا العربي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وفكره جديده. باي باي.